فظل عندي تقريبا 3 أيام. أنا كنت قبل لا أشتغل بالشركة أشتغل عن مالي، أروح للشغل وأرجع العصر. فرحت للشغل رديت طبيت بالبيت بالحوش باوعت الكلب تكرمون ماكل. فسألت أهلي قالوا والله ما ندري. راح أدري ناس الأطفال مستعزين بي وماخذين. المهم راحت الكلب قلت لهم خير يا طير وش أعرف هو صار له 3 أيام عندي. ما شفت منه زين. كل شيء ما جبت منه مجرد هاي الفضلات والنعمة الطيبة. فورا تقريبا هم فترة ايش تقريبا 3 أيام هاي رديت من الشغل. أول ما فتحوا لي الباب أهلي لقيت كرمون الكلب بالحوش يفتر وبرقبته حبل مقطوع. فسألت الحجية قلت لها شنو هذا يا وجال؟ قالت له هو راح وهو اجى. أنا من قالت له هو راح وهو اجى رحت بعيد. خير من الف أخوها، خير من الف. فبوقتها حكيت لي بيت ارتجال وذي على الموقف وطبيت بالديوانية سويتها مساجلة بيني وبين الكلب تكرمون. شلون الحوار مساجل. فأول ما شفت الكلب قلت احبال القلق. يوم رحت عدمين صفنت وقعد غيرك بعد. أنجدك من رحت ظليت عدما يا كلب وقل لوك قصور بي. الله عليك. فقلت لك من دخلت الديوان سويتها مساجلة كان هو يجاوبني. فيقول الغدر لما يصير عند ناس الملح وانا بطريقك خجل عند ناس. شو اقول لك من رحت ظليت عند ناس الكلب عندهم كلب بس هاي الله. قلت له الوقت جدمه بضلوع الوصل قدراك رحت لكن ترد مكتوب أدرك يا كلب ما عرف معذور قدراك الوفا بيك وغدر بيهم خطيب. فقال لي لو ان ندري بعشرت وياك تنطاي سجلها بونقل للروح. لو ان مثلك قدر هالناس تنطي الي ولا شمرة حجارة عليه. راحت ايام وجت ايام انا كان عندي اخوي مسجون بالخوف قضية وكذا. فقلت خابرني صادق السكير يتفقد احوالي وكذا وهاي. فذاك اليوم انا قاعد فاتحه مال جد خالد الصالح. خابرني صادق الله خير. قال له ضياء شلونك شو اخبارك اخيك شلون وضعيتك؟ الحمد لله ماشي. من شلون سالني قال ضياء ما كاتب جديد؟ انا ضحكت قلت له صدق ساجلت ويا الكلب. ضحك هو قال دز لي المساجل. دزيتها له بالتليفون وانا امشي رايح صوب القهوه. خابرني شويه وخابرني صادق. قال له ضياء من قصتك. قلت له اخوي اقول قال انت طب وياكم بالسجار. قلت له ما الله يشرفني حياكم. فدزالي 3 أبيات صادق السكين. الأول يقول ما لومك لو أن الحيل كلباك شهم لكن بديك العوز. أخو ماله يا صاحب هذا كلباك قلت هبت رفيجي يسلمني. حلو. رجع صادق قال لي لقطيبة أهن أعتقد والف عليك وما أدور وياك. كلب واحد وفالك هذا والاف الكلاب تخون مو الاولين. قلت له النوب صادق. النوب رجع صادق دزالي بيت ثالث يقول بكثر وهذا متضامن بي ويا قضيه اخوي كان مسجون الدليل بالشطر الثاني. يقول بكثر ضيجة خلق داعيك هم بيك ادرو ضيم للمسجون. ايش كبر قلبه يا كلبك هيك هم بيك وانا بنادم ولا هم يوم بيك. عاد انا شفت ابو جعفر بهاي القضيه دزيت لبيت قلت له المهم توفوا يخون هواك ميها تسوي العليا كل باقي. حلو. المهم توفوا يخون هواك ميهام ردت والدهر شف عليك. اتهم لجله وتبين بيك ميهام اعتبر بالحق خلل بالنسبه لي. فظليت مرابط بهذا الموضوع ورا يوم هم كتبت لبيتي انا اتذكر واحد من عندهم يقول بمواعظ قمت نصحك ولك عظمه تعظ والفهم عندك صار عظمه. يجل السامع تكسبت كلب من تنطيه عظمه وتخسر الضاق من حق مو سوي. الله وانتم سالمين الله.